نحن وصلنا لعصر بده عصر، لو بإيدي أعصره وأخلص منه وإنتو تخلصوا منه بالترية. يعني أنا بكون عم بسهل عليكم، ما كنت قصرت، بس شي صعب يا أخي. خلاص اللي صار مش بإيدنا نعمل شي، مش بإيدنا التغيير. كتير عم يطلع وعم يتحسن أكثر فأكثر. شو هو؟ ال AI. نعم، عصر ال AI عم يطلع بشكل جهنمي. يعني بتلاقي كل شهر بيطلع لك خصائص جديدة لل AI. بالأول كان يبدل لك وجه، هلا صار يبدل لك الجسم كلياته. عشوائي ببدل لك الكلاسين اللي لابسهم تحت البنطلون، بيعرف شو فيه. ناسي تلبس ستياني يا صاحبي، تقدر تلبس بلبسك الاي اي ستياني. سوري، ستياني مش للشباب، انا نسيت شو عم بحكي. بس انا هلا في شباب لازم لها ستيانات، يعني معلش. اذا كان صدرك كبير، صحتك على قدك، لا مش صحتك على قدك، صحتك فيها زياده هيك مدهني وهالاخبار، وعندك صدر كبير، ما بيأثر. طلق شيء هديهم، لانه شوي بيصيروا مزعجين. كل ما بدك تتحرك بدك تمشي بيصيروا يعملوا بيصيروا مثل الجوانح. عشوي حيطيروك يا زلمه، بيصيروا يعملوا هيك. شباب الاي اي صاير جهنمي. تخيلوا هذا الفيديو اللي عم تشوفوه قدامكم عباره عن اي بشرفك من اول نظره. عم يحكي من اول نظره، من اول شوفي لهذا الفيديو اللي رح تشوفوه هلا. هل رح تقدر تعرف اذا هو اي اي ولا لا؟ غير انك تحضر تقريبا مرتين لثلاث مرات لحتى تقول هذا اي اي، لتعرف لوين وصلنا بالاي اي، قديش صار واقعي. يعني بتحضر اول مره مستحيل تعرفوا انه اي اي. شوف، طبعا بسبب فكرته الغريبه رح تقول انه اكيد في شيء غلط، بس عم نحكي كجرافيكس كهالاخبار مستحيل تقول انه اي اي. انا لو اشتريت سياره على قد فلوسي شو اسمه حب لمن نخاطب ونركب هالسياره. اول شيء شو خاطر عباله الاي اي؟ اول شيء شو خاطر عباله يلي كتب البرومبت تبع ليعطي نتيجه الاي اي؟ شو كان كاتب له؟ شو سياره لعبه ماشي باوتوستراد. انا بالاول انقذت، قلت يا زلمه هلا بيتكرفت، هلا اي هيك بس لكي على الخفيف، خلص تكرفت هو والسياره بلش يتشقلب. معك سياره لعبه مش فيها باوتوستراد. هي اول نظره عم نحكي، اول نظره جيت قلت يا عمي لا، ما في شيء هيك، ما في شيء بهالصغر. لك كيف ماشي، كيف اجراء على الارض، كيف ظابطه مش ظابطه. يعني فكر فيها مش ظابطه. طبعا لتعرف اذا هذا الفيديو اي يا صاحبي، هون بدي اعلمكم كم شغله والله العظيم رح تستفيدوا منها. لان في اشخاص ما بتعرف تميز مزبوط من الاي اي والمش اي اي لحد الان بيطلع معه جلitchات، بيطلع معه اخطاء بسيطه. هدول الاخطاء البسيطه بتقدر تكشف انت من خلالهم انه الفيديو اي، الفيديو مركب، الفيديو منه واقعي. اول شيء القصص اللي بيكون فيها بدها شويه ديتيلز. يعني عندك دواليب السيارات، لاحظ دواليب السيارات اذا بطئ الفيديو شوف كيف بيكونوا. لك الجنط تبع السياره، لك الجنط، شايف الجنط؟ لاحظ، رح بطئ لك الفيديو، رح كل شوي وقف الفيديو وانت لاحظ الدولاب كيف بيصير معاق فجأة. بيكون هو هيك دائرة فجأة بيصير مربع، بصير يتطاوج ابصر كيف مثل كانه اكل ضربه وهو بس مجرد سياره ماشي. ليش عم يتطاوج هيك الدولاب؟ فالقصص الديتيلز البسيطه هي انت بدك تطلع لما بعد الشخصيه الرئيسيه. يعني هون الاي اي مركز كل تركيزه على هذا الشيء، ورا مش مركز كتير، فعشان هيك بيطلع لك هاي النتيجه. شوف شو، لا هي اللي عم بحكي عنها. هي الجلitchات الخفيفه البسيطه يلي بتعلن لك انه انت عم تحضر اي عم تحضر فيديو فيك، فيديو مش موجود. لك كتير مضطر عليها انت لهي، لانه وصلنا لزمن قادر تحط حالك مع كريستيانو، قادر تحط حالك مع، ما بعرف ليش في اشخاص بتروح بعد هدلا بليز شامي شماني بليز صور معي. لا، ما بدها هالقاد. تقدر تحط حالك مش مع الشامي، مع كريستيانو، مع بنات. بدكم صورة مع الشامي ولا اسهل من هيك؟ فوتوا على الاي اي، حطني يا اي مع الشامي، بوم صرتي مع الشامي. لا، لازم تطلع تزلي حالك والعالم تبزق عليكي، والعالم على السوشيال ميديا تصير تسبلك بالتعليقات. ما ضروري يعني تشوهي سمعتك، وحتى زوجك اذا حاطه براسك هيك لمستقبلا اولادك ياخذوكي قدوه بحياتك. هاي صوره جدا سيئه، انه انت طالعه مثل على العلن بايعه حالك بس عشان صوره. والله مش لقيمتك، فهم علي، مش لقيمتك. اذا قيمتك حاطه لنفسك قيمه ما تعملش هذا الفعل، تطلعي هيك على المسرح ويلا بليز، لانه انت عم ترخصي من نفسك. خلي لنفسك قيمه. اذا ما كان لنفسك قيمه ما راح يكون مستقبلك له قيمه. خلي لنفسك قيمه يا شطوره، عشان نحاول شوي نحد من المظاهر اللي عم نضل نشوفها بحفلات الشامي يعني على المسرح. شو اسمه حب لمن نخاطب ونركب هالسياره ونحارب. تمام، بالاي اي
تقدر تستخدمه لشغلتين، مثل ما في ملاك للحسنات وملاك للسيئات، في عندك بالاي اي قادر تستخدمه للحسنات، قادر تستخدمه للسيئات. إذا بدك تستخدمه بالشر تقدر تجيب اي حدا، اي بنت، اي وحده بنت عندها عائله من الفيسبوك، تركب لها صورتها مع شباب وزوجها لهي البنت بشوف هاي الصورة بيخوت أول نظر، أو أبناء إذا ما كان بيفهم بالاي اي ومنه متابع الوضع انسى، بصير ثقته بمرته صفر، فانت بتكون خربت لها بيتها. هاي اذا بدك تستخدمها بالشر بتصير تقدر تبتز. للاسف يعني نحن هون وصلنا بالاي اي انه كتير واقعي، سوبر برو ماكس واقعي. الحمد لله انه بعد في بعض الاخطاء اللي مثل هاي بتلاقيها. ركزوا لي على الايد، ركزوا على الايد دائما بالفيديوهات، لان الايدين اكثر شيء حاليا عم يكشف الفيديو اذا اي اي او لا. وللاسف هاي الخاصيه رح تروح لان الاي اي عم يتطور بشكل رهيب. لك بتحس الاي اي هو عم بيطور نفسه، لانه هو اي اي ارتفيشال انتليجنس، شيء ذكي. هو ذكي لدرجه انه عشوائي بيطور نفسه، يعني فهمت علي كيف؟ بيعطي حلول لنفسه، عم بيحلل، فعشان هيك عم يتطور بشكل سريع. مش بس البشر عم بيزبطوا، لا هو يمكن عم بيزبط نفسه. هذا الفيديو انا لو ستي حضرته لهذا بيجيها تراما. هذا الفيديو اللي هلا حتحضروه اذا ستي حضرته رح يجي سكتة قلبيه. ليه شو هي ستي حتعرف بارتفيشال انتليجنس، حتعرف باي اي. ستي بتعرف عم شوف قدامي شو شباب اليد، ركزوا على اليد دائما وابدا، لا تعرفوا اذا الفيديو اي اي والله لا. لايكوا الايد، لايكوا الايدين كيف بفوتوا ببعض، لايكوا الاصابع الايدين لانه بيبقوا هيك 5 اصابع حد بعض بكف واحد، فبيكون صعب على الاي اي انه يخليهم متناسقين، فبيصيروا يفوتوا ببعض. وهالاخبار يعني الاي اي بيصير يخرف لانه شيء كتير بده شغل، عشان هيك بيطلع معه هذا المنظر. شوفوا الايدين كيف بيصيروا، لك الايد هون، شايفين الايد؟ هي ايد لك تحولت. لايكوا هاي الايد مثلا، انا بحس انه هاي حتتغير. هاي ركزوا لي على هاي، لايكوا هاي، والله لايكوا هاي. ولكن هذا اللي عم بتشوفوه من جلتشات مش مطول، فرح يجي النهار اللي رح يكون فيه الاي اي ما بينعرف اذا حقيقي والله اي اي. رح يجي هذا النهار، يعني انا بحط له تقريبا سنتين ورح يكون الاي اي خلاص قفل 100% ولا غلطة. هاي طبعا بسكوت البوظة اللي عم تشوفوها، كيفية صنع بسكوت البوظة، شي بشهي. يا الله حلو يا عين. وين بينحطوا بسكوت البوظة؟ على الاجران يا اخي. طب ليه الاجران لازم دايما تكون متواجدة؟ ليه هي يعني هل هي سر الخلطة؟ سر من اسرار الخلطة، شيء لازم ينحط، اذا ما انحط الاكل ما بتمشيش. هذاك اللي بيكون قاعد لي هالقعده مفرشخ اجريه هيك، حاطط لي اجره هون، يلا داير فرق عرفتوا له هيداك. كيف بيرتبهم؟ مشكلتك انه شغله مرتب، وحتى البسكوت طالع 100%، يعني مبين ذهب اللي شايفينه قدامك ذهب ولا غلطة البسكوت، بس اللي جوا كيف معمول هالاخبار بس الله بيعلم. يعني نحن اللي شايفينه قدامنا وكارثة، كيف لو خلف الكاميرات من شو مصنوع، من شو المكونات. لك الاجرام مليانين بسكوت يا زلمه، ماكلين بسكوت. كيف بيهدي الكيس؟ بيجروا مكانات حديثة، هي المكانات اللي بتشوفها بألمانيا وبالجرماني وبالمناطق المصنعة اللي بتصدر وبتعمل وبتسوي وبتنتج. يا زلمة شو هي المصانع الحديثة. اصبع اجرك ماشي، بصمة ضفره لاجرك لازم تتعلق بكل بسكوتة، لازم تتعلق بالكيس حتى، يعني هذا هو ختم الكيس، هذا ختم الشركة، فهمت علي كيف؟ حط يا كبير. الله ولا غلطة شفتوا؟ ولا غلطة بيعمل لها هي اللي بناكلها نحن، نفس المنظر. يعني تخيل انت ممكن تاكلها لهاي وما تعرفش اذا هي من صنع منطقة نظيفة، لانه تشبه يعني هاي اللي مصنوعة من زبالة تقريبا، نسخة شكلها ونظافتها الخارجي عن يلي نظيفة اللي بناكلها من المصانع المنيحة.
فانت حرفيا اذا اكلت هاي ما رح تعرف انها مصنوعه من هذا المصنع. مثلا الدوله الهنديه وينها؟ الدوله الهنديه لما تشوف هذا المنظر ما عندهمش صحه عامه مثلا هالاخبار. يعني نحن هون مثلا اذا شافوا هالمنظر تاني نهار بينزل بيتشمع على المحل بلبنان، تاني نهار بياكلش حتى تاني نهار. وفوق التشميع بهدلي بالسوشيال ميديا، عائلته بتتبهدل لصاحب المحل، والدنيا كلها بتتبهدل لانه عم ببخس بصحه العالم. يعني نزل سروق وما تحرقش سلاف صحة العالم بهالأكل هذا. أما هون شو بعتينا كيفية صناعة الصابون. يلا لنشوف كيفية صناعة الصابون. أجود أنواع الصابون لايف بوي ديتول من هون بتتصنع، من هون بتظهر. الله. أها يا عين يا عين. أنا فكرتن أكل بالأول، فكرت مارشميلو. ايه لك حط اجريه بالصابون. هذا محمم 24 ساعة، هذا اللي عم يشتغل بالمصنع قاعد بالصابون. اول مرة واحد بيرجع من شغله وريحة اجريه ورد، مش مخللات مش عفن، ورد الزلمة. الا اذا الصابون حتى هذا ريحته زبالة، مع انه لا مبين عليه ريحته ورد لانه زهري. طبعا بيفرموه مثل اللحمة يا عين. الله شو خرية المكنة قطع. لك والله بيفتحوا نفس الاكل يا زلمه، تفكروا هيك شيء طيب. حلو. كمية الصابون. تخيل هذا المصنع يلي يفتقر لكل شيء، اللي كل شيء يفتقر، عمل كل هالكمية من الصابون. والله بيعملوا ارباح ولو هتلاقي عمل لي شي مصنع هيك، بس لا انظف اكيد. طيب هون كبسة صارت صابون. الله زارة صابون بده صابون ليتنظف. هاد صابون بتوسخ ايديك فيه اكثر مما هن موسخين. لازم تشب صابونة لتنظف هاي الصابونة لتقدر تتنظف بهاي الصابونة، غير هيك ما بيمشي الحال، بتكون عم تكذب على حالك. عنا شاب عم يحلق، هيدا اخر منشن نشوف. واو ما شاء الله. هي الحلقات يعني بيعرف الحلقة سعرها $3، هاي الحلقة $50 فيها كتير قصص يعني عن جسمي. واو ايه حلقة بتفيد يا اخي، حلقة بتفيد خير من حلقة ما بتفيد. واحد بده يقعد يحلق شعره عشان اخر شيء يعمل لي سبايك وبايك وهالاخبار. يعني بدي حلقة كريستيانو، بدي حلقة ميسي. شو حيعمل لك حلقة ميسي؟ حتصير ميسي يعني؟ حلو شيء له طعمه بالحياة، بيفيدك يوما ما. الزلمة هو قاعد قدر يحرك السطل. لايك حلوة بتساعد امك فيها خيي. هاي انتو قاعد يعني احملها هيك